نقول لك ما طيبيش الدجاج حتى تشوفي الوصفة هذه اللي انايا معتمدتها منذ سنوات، على بالي قليل اللي يعرفها. بصح لما فين يروحوا في المطاعم راح يعرفوها. نقول لكم لازم تجربوها. ابونيو لايك لخويتكم على الاسماء اليوميه الجزائريه وصليوا على النبي. وكالعاده البنه مش نورمال. هيا مع بعضنا نبداو في المقادير. طريقه التحضير سهله مهله، وفي الصيف نديرها غير في المقله. واش نقول لكم، واش نخلي لكم، لازم تجربوها. اول حاجه هنايا واش عندي صدر كامل تاع الدجاج، يعني جهه اليمنى واليسرى كيما تقدروا ديروا، غير يعني بجهه واحده وراح تجيكم ما شاء الله عليها كميه وفيره. المهم واش ندير. اول حاجه بعد ما نغسلو مليح، غسلوه مثلا بالقارص والماء ولا خلومه ولا ملح وما برك. هذا صدر الدجاج. نحاول برك نشوف العظم، لانه دائما نلقاو فيه شويه عظم. نحيوه الجلده هذيك البيضه كالشحمه زايده كامل نحوهم. اذا صدر الدجاج يكون صغير كيما هذا نقسموه غير على اثنين، يعني بالعرض كيما راكم تشوفوا، كانه نديروا شرائح خشينه شوي. لكن اذا كان صدر الدجاج كبير بزاف ديروه حتى لثلاثه، يعني شرائح هكا باش يجيكم مليح بزاف. هنايا صدر الدجاج انا راهو صغير، يعني مش كبير بزاف بزاف. ونفس الطريقه نخدمها مع الصدر الاخر. هنايا حبيت نزيد نعاود نسطحهم بهذيك، ما باش المطرقة ولا المهم كل واحد كيفاش يسميها، ساع اللحم تاع سبيسيال. سينا ديروا قنوط ولا قراص ولا حلال، ضربوها غير شويه. نجيو للتوابل. لازم الوصفه هذه غير فيها الملح والفلفل الاسود، ما ديروا حتى تابل اخر، لانه هذا هو السر تاع هذه الوصفه. نقلبها من الجهه الاخرى ونزيد ندير لها الملح والفلفل الاسود، ونحاول ندخلهم غير بيديه هكا. دوك نروحوا للخطوة الموالية. واش نحتاجو زوز بيضات ولا عظمات في هذه الكمية مع شوية ملح نضربوهم. ونحتاجو لا شابلور اللي راح نضيفوا له الجبن المبشور، لازم ولا من الأحسن الوصفة هذه، ولا هذا هي الوصفة الأصلية تندار بالجبن المبشور. أي نوع جبن عندكم، هي الوصفة الأصلية تدار بالبارميزان، لكن أنا نخدمها بالجودة بالشيدار بالروج هذاك، بأي حاجة يعني أي فرماج مليح نخدمها به. وعندي هنايا الفارينة. اولا نرمد القطعه تاعي في الفارينه، من بعد نغطسها في البيض على الجهتين اكيد، ونزيد نرمدها في لاشابلور هذاك والفرماج، ونروح نقليها غير في شويه تاع الزيت. اذا عندكم زيت الزيتون ديروا حوالي من 3 حتى 4 مغارف كبار من زيت الزيتون. والنار كذلك تكون متوسطه ولا اقل من متوسطه بشوي، بصح ما تكونش يعني ناقصه بزاف بزاف ومش قويه بزاف. نخليها من كل جهه عفوا حوالي 4 دقائق كيما راكم تشوفوا. واذا كانوا شرائح تاعكم رقاق شوي ديريها غير حتى لزوج دقائق. ونقلبها. هنايا هذيك الاولى راهي شويه لتيت هكا مع الولاد وكامل، نسيت عليها قريب تحرقت، معليهش. دوكا نحيها بجيه نكمل نقل الكميه تاعي كامل ونرجع ليكم. نروحو نخدمو لاصوص هذه اللي تجي رائعه. عندي شويه بكس على البصل، قيس ربع بصله نقطعها رقيق، وعندي من 4 حتى ل5 حبات تاع الطماطم، اذا حبيتوا لاصوص تكون بزاف كثروا الطماطم. و3 سنينات تاع الثوم. نقطع كل شيء رقيق ونرجع لكم نروح نشوفوا كيفاش نحضروا هاد الصلصه. هي جونغ تاع صلصه طماطم فوالا. وشن هي فيها البصل تجي بزاف هايله، كيما تقدروا هنايا تضيفوا فيها الفلفل الاخضر ولا الفلفل الالوان، راح يجيكم ولا تجيكم رائعه جدا. هنايا في المقله هذه نخدم فيها بصح ليه تحرق الحاجه، يعني روحوا معها غير بشوي، سينو ديروا مقله ثقيله خير. هنايا درت شويه زيت زيتون، حطيت هذاك البصل تاعي مع شويه باك تاع الملح، قليته حتى دبل معايا. ونضيف يعني هذيك الطماطم والثوم ونخليهم يتقلاو.
بالنسبة للتوابل نفس الشيء، ملح، فلفل أسود، تقدروا تضيفوا غير شوية تاع السكر هكا اللي ما يحبش حاجة حامضة لكن ماهيش حامضة. وهنايا عندي كذلك شوية طماطم المصبرة شوي برك. تقدروا تعوضوها بالهريسة لعشاق الهريسة. نخليها تتقلى مليح، راح نضيف شوي برك تاع الماء، زوج مغارف كبار ولا ثلاثة، هذا ما كان، نخليها تزيد تقلى شوية. نحي دوكا كونتيتي قليلة برك من لاصوص هذيك، نعاود هذيك نعدلها. نجيب هذيك الطرفة تاع الدجاج اللي كنت قليتها من الله، دجاج باني كيما هكا، نحطو فوق هذيك لاصوص. كيما تقدروا ديروهم في الفرن، انا مالفه نخدمها في الفرن يعني في الشتا، بصح داك الصيف كلشي نديروه في المقله قليل ولا نشعل الفرن. دوك نعاود نحط شويه باك تاع لاصوص هذيك اللي نحيتها فوق الدجاج كامل، ونجيب له الجبن اللي كذلك سر من اسرار هاد الوصفه. اذا ما عندكش حبيبتي خلاص الجبن ما ديريهش، بصح الوصفه انايا هذه اللي طول نخدمها لازم فيها الجبن. لكن كاينه ناس ما تحبش الجبن ولا ما عندهاش الله غالب، ولا كذلك يعني ما نبريش انا عندها حساسيه من الجبن ولا ما تستعملش خلاص الجبن وتجي رائعه. المهم اذا عندكم جبن الموتزاريلا مع شويه تاع الجوده، المهم هنايا الفرامج اللي عندكم المليح ديروهم، هي نورمالمون الوصفه الاصليه بالبارميزان قلت لكم. غطيت عليها قسمه داب للجبن، هذا ما كان. نورمالمون نزينها هنايا بالمعدنوس، خيوسكم اسماء ما عندهاش المعدنوس، الزوج خدام وانايا قولوا لي خرجي في هذه السخانه، ما قدرتش البنات، عييت نخرج، عييت نقنع روحي باه نخرج نشري كاش ما يعني حوايج خاصتني، ما قدرتش الله غالب. واش درت لها هنايا تاع سمو معايا هذاك الاعشاب المنسمه، وهذا مكان نتوما زينوها بالمعدنوس وشوفوا تجي تحفه، يعني الشكل راهو باين. ما نحكي لكمش على البنه اللي فيها، الدجاج هذا كيفاش يجي طري منكه، مالغري ما درناش فيه كيما شفتوا هذوك التوابل بزاف، ولا يعني حافظنا على النكهه تاع الدجاج. واش نحكي لكم مع هذيك الصلصه اللي ما تخليهش ناشف مع الجبن، تمنيت يعني ندوقكم كامل واش هي باش تعرفوا البنه هذه كامل، ما عليكم غير تجربوا الوصفه. هذا طبق كامل متكامل، تقدروا تدوه معاكم للبحر، روعه روعه يعني، يصلح بزاف للبحر للبيكنيك. في الدار تقدميه مع سلطه مع ديف خيط وحده، واش نقول لكم روعه. المهم هاد الوصفه ان شاء الله ولا هاد لا فيديو يلقى حق وتبارطاجيوها على اوسع نطاق، وتحتفظوا بهاد لا فيديو عندكم. الدجاج هذاك راهو يذوب في الفم مع هذيك القرمشه تاع هذيك الطبقه اللي درناها من برا مع هذيك لاصوص، لازم تجربوه. نقول لكم انتظرونا في فيديوهات قادمه باذن الله بوصفات جديده. سلام.